في طارق بيقول بيجي دعوات للصيادله على كام نقطه. محدش يعرف. يعني انا في وقتي الصيادله كانوا الحد الادنى. دلوقتي يعني اعتقد ان الدنيا قلت شويه، بس محدش يعرف يعني. وبيقول لك لو انا تابع للشخص اللي معاه الفيزا الرئيسيه ينفع اخش البلد قبل منه لغايه ما الاقي شغل؟ اه طبعا ينفع، ما دام جالك الجرانت. بص يا جماعه، اول ما بيجي لك الجرانت انتوا كافراد الاسره مع بعض خلاص، انت اي واحد ممكن يدخل، ما يعني مش مرتبط بالمين ابليكانت، لانك انت برضو بتتعامل لوحدك بغض النظر. لو انت 491 انت بتقدم بعد كده كمين ابليكانت، هم بياخدوا معاك اللي هو ال 191 اللي هو الاقامه الدايمه. لكن عادي ممكن انت تسافر قبلهم او هم سافروا قبلك، المهم على حسب اللي هو الفيرست انتري امتى. علشان زمان كان ممكن تبعت لهم ويقول لك ما فيش مشكله تعدي الفيرست انتري، بس دلوقتي ممكن عادي تروح قبلهم كذا شهر، ولو انت مش المين ابليكنت. واخر سؤال، حضانه رعايه الاطفال اللي قبل الكي جي اسعارها ايه؟ وشكرا ليك يا باشمهندس. صراحه ما عنديش معلومه كافيه على موضوع الاسعار ده، لان انا اولادي ما دخلوش كي جي، فهحاول ان انا يعني اسال. هي طبعا اكيد بتختلف على حسب الفيزا، الاقامه الدايمه غير يعني غير ال 491 او المؤقته يعني. ف فحاضر، عينيا هشوف يعني، لو قدرت اوصل هجاوب يعني، هشوف لك التفاصيل يعني.